السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا يا إخواني، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. تداول مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي هروب 160 شرطيا من أرض الوطن بسبب سوء ظروف العمل. وقد نفت المديرية العامة للأمن الوطني وبقوة ما تداول من أخبار ومعلومات زائفة تزعم بطريقة مبالغ فيها ومشوهة أن أكثر من 160 شرطيا غادروا التراب الوطني بحجة سوء ظروف العمل. وأكدت المديرية العامة في بلاغ لها أن للتصدي للشائعات والمغالطات التي رافقت هذه القضية، تشير المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عدد الموظفين الذين تم تطبيق إجراءات ترك الوظيفة والعزل بشأنهم لأسباب تتعلق بتجاوز مدة العطلة السنوية خارج البلاد وانقطاع عن العمل دون عذر خلال عام 2026 والنصف الأول من عام الحالي بلغت 38 موظفا فقط، وهو رقم يتنافى مع المؤشرات الضخمة التي تم نشرها بشكل مفرط. كما أضافت مصالح الأمن الوطني أنه لم يتخذ أي قرار عقابي أو إداري ضد 4 شرطيين آخرين نظرا لتقديمهم لشهادات طبية واستشفائية تبرر استمرارهم في العطلة السنوية خارج البلاد. ولتوضيح المزيد، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن التحقيقات الإدارية التي أجرتها المصالح المختصة في التفتيش وإدارة الموارد البشرية كشفت أن جميع الحالات المشار إليها كان سبب انقطاعها عن العمل دوافع شخصية وعائلية ولا علاقة لها بالأسباب المهنية أو الوظيفية. وحسب نفس المصدر فإنه حفاظا على التسيير الجيد للموارد البشرية للشرطة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات صارمة لضبط وتنظيم عمليات استخدام العطل السنوية خارج التراب الوطني بهدف ضمان حق الموظف في استغلال العطلة السنوية من الجانب وضمان استمرارية الخدمات المؤسسة الشرطية من جانب آخر.